الله تغشى المستطيعين بعد كماله النور السطيع. ربيع في ربيع في ربيع بميلاد العلي القدر الرفيع. صلاة الله تغشى المستطيعين بعد كماله النور السطيع. ميلاد العلي القدر الرفيع. صلاة الله تغشى المستطيعين بعد كماله النور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي قناة المنارة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في هذا البرنامج، وهو عبارة عن مقالة كتبها سماحة المفتي العام لدولة إريتريا الشيخ إبراهيم مختار رحمه الله. ويعد أول مفتي لدولة إريتريا وعالما بارزا من علماء القرن الإفريقي رحمه الله. عرف بعلمه الواسع ومواقفه الوطنية واعتداله في الطرح. تولى الإفتاء في مرحلة حساسة من تاريخ البلاد، فكان مرجعا دينيا يرجع إليه في النوازل، ومنافحا عن هوية الشعب الإريتري الإسلامية. وقد نشرت له جريدة الوحدة، وهي من أبرز الصحف الصادرة في إريتريا آنذاك، نشرت له في عددها الصادر يوم الأربعاء 4 من ربيع الأول 1386 للهجرة، الموافق 22 يونيو 1966، مقالا تناول فيه مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وفيما يلي مقتطفات من مقال سماحة مفتي إريتريا الأول العلامة الشيخ إبراهيم المختار رحمه الله. يقول فضيلته: الاحتفال بيوم ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن عمله مشهورا بادئ الأمر، فإنه ورد في الشرع ما يدل عليه في الجملة. من ذلك تجديد الشكر على النعم، منها أن الله تعالى أمر نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، ثم نجاه منه وفداه بذبح عظيم. وبذكرى ذلك اليوم تحتفل الأمم الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها سنويا في يوم النحر، ويتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح والصدقات وغيرها. فهذا صريح في أن تجديد إظهار الشكر على النعمة السابقة في الوقت الموافق لوقت حدوثها أمر مرغوب. مزية يوم الولادة، ومنها قوله تعالى حكاية عن خطاب موجه إلى نبي الله يحيى عليه السلام: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. ومنها قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام وعلى نبينا عليه السلام: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. فهاتان الآيتان دلتا على أن يوم الولادة له مزية على غيره. ومن ذلك صيام عاشوراء لذكرى نجاة نبي الله موسى، مما جاء في ذلك في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود يصومون عاشوراء، فسألهم صلى الله عليه وسلم عن حكمة ذلك، فقالوا: هذا يوم أغرق الله في فرعون ونجى موسى، فصامه موسى فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، أي شكرا لله تعالى. فأفاد هذا الحديث أن يوم السرور يستحق تجديد الذكرى له في كل وقت يأتي نظيره على الدوام والاستمرار. ومن ذلك عقيقة النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه
إظهارا للشكر. ومنها ما رواه البيهقي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه، وقد ثبت في صحيح الخبر أن جده عبد المطلب عق عنه صلى الله عليه وسلم في يوم 7 ولادته بكبش، والعقيقة لا تعاد مرة ثانية، فكان ذلك دليلا على منه صلى الله عليه وسلم إظهارا للشكر على نعمة وجوده ورحمة للعالمين وتشريعا لأمته صلى الله عليه وسلم. غبطة الأنبياء، ومنها أن الاحتفال بذكرى العظماء ثناء عليهم وعلى أعمالهم على الدوام والاستمرار، وهو ما تمناه أنبياء الله الكرام وأتحفهم الله بها، فقال جل شأنه حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، فاستجاب الله سبحانه دعاءه، فقال جل شأنه: وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. وقال في حق نوح عليه السلام: وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين. وقال في حق نبي الله موسى وهارون عليهما السلام: وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين. مؤلفات العلماء في تحبيذ المولد النبوي الشريف. فإقامة الاحتفالات بيوم الولادة هو لسان صدق من أمته عليه الصلاة والسلام، ومن جزاء الله عليه على إحسانه، حيث وفق أمته للقيام بذكر مآثره العظيمة. ولهذا ألف فطاحل العلماء كتبا عديدة للحث على الاحتفال بيوم المولد النبوي الشريف، كالعلامة المحدث الأندلسي أبي الخطاب بن دحية المتوفى عام 714 للهجرة، حيث صنف كتابا في ذلك سماه التنوير في مولد السراج المنير. ومثله قد ألف جماعة كثيرون كالعلامة ابن حجر والمحقق الحلواني وخليل الهجرسي وغيرهم ممن يطول حصرهم. وإذ نختم هذه الكلمات العطرة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل محبتنا لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم محبة صادقة تقربنا إلى جواره الشريف في جنات النعيم، وأن يرزقنا الاقتداء بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام والاحتفاء بذكره والتمسك بهديه حتى نلقاه على الحوض، وقد غفر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.